قال كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية في خطاب للشعب بمناسبة السنة الجديدة إن الزر النووي في متناوله في أي لحظة، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف بأن بلاده أصبحت قوة نووية حقيقية. وحث كيم جونغ أون على إنتاج المزيد من الرؤوس النووية والصواريخ الفالستية والمسارعة بنشرها، لكنه تحدث بنبرة فيها ليونة عندما عبر عن أمنيته بنجاح الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية حليفة واشنطن، وأشار إلى احتمال ابتعاث وفد من بلاده للمشاركة فيها، ودعا إلى تطوير العلاقات معها. 미국 번터 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며 핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것, 이는 결코 위협이 아닌 현실임을 똑바로 알아야 합니다. 기술적 조심으로 나온 전체 인민들과 국민 장병들에게 조선어민과 과학정부의 이름으로 중심으로 되는 사랑하는 강사 인민들과 이완 국민군 장병, 고영대 여러분, 오늘 우리 모두는 국민하고 보람찬 노동으로 정실한 다음과는